السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير ويلقاكم فيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله. مع تحضيرات رمضان غالبا ما كنحضروا الصفوف اولا سلو كل منطقه واشنو كتسميه. جبت لكم اسهل وصفه يمكن تلقايها في اليوتيوب للمبتدئات وبدون تعقيدات، غادي تحصلي على سلو او صفوف معلق ومقوم على حقه وطريقه. كيجي اكثر من رائع، يمكن لكم تحتفظوا به مده طويله ويبقى محافظ على المذاق ديالو، كذلك على القرمشه ديالو ما يطرى ليه حتى شي حاجه. ضروري ما تجربوه باش تعرفوني على اش كندوي، وتبعوا الفيديو حتى الاخير وما تنساونيش كيف ما كنقول لكم دائما تعاليقكم زوينه اللي كتفرحني، وما تنساوش توصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات وتبارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم باش هكا تعم الفائده على الجميع. وما غاديش نطول عليكم بزاف وغادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بها هي المقادير اللي غادي نعطيكم القاعده الاساسيه، وكل واحد كيمشي على قد جيبو على قد المستطاع ديالو. عندي هنايا واحد 2 كيلو ديال اللوز اللي كنفسخوه وكنشفوه مزيان، عاد كنقليوه في الزيت اللي كتكون بارده باش كيعطينا ديك القرمشه اللي كتكون زوينه في اللوز. عندي 2 كيلو ديال الجنجلان اللي مغسول ومنشف حتى هوايا وعاد كنحمروه وكنستعملوه. عندي كيلو ديال السكر الثقيل سبيسيال. مع هاد الكميه هادي غادي نديرو 2 معالق كبار ديال القرفه مطحونه، 3 المعالق كبار ديال النافع بلدي اللي كيكون محمر حتى هويا ومطحون، وعندي 2 معالق ديال حبه حلاوه حتى هما كبار، شويه ديال الكوزه، شويه ديال المسكه الحره، وعندي الزبده كيلو ديال الزبده اللي كندوبها بوغ نوازيت اللي غادي نوريكم كيفاش من بعد في لا فيديو، وعندي 2 كيلو ديال الدقيق الابيض اللي حتى هو تنحمرو وتنغربلو عاد كنستعملو. يمكن لكم تستعملوا الدقيق الكامل الا بغيتو. انا هنايا بقيت محافظه على السلو العادي اللي كنوجدو بالدقيق الابيض. كتجي المرحله ديال هنايا غادي نبدا كيف ما كتشوفوا من بعد ما كيتغسلوا كيتحملوا المقادير كامله اللي عندكم، كتجي المرحله ديال الطحين اللي حتى هي كتلعب دور كبير في السلو باش كتعطيكم ديك القرمشه وكتعطيكم داك القوام اللي كيكون زوين. غادي نبدا اول حاجه النافع وحبه حلاوه اللي غادي هكايا نطحنهم. عندي هاد لاباراي هادي كتساعدني مزيان باش كتنيل ليا هادوك المسائل اللي عندي. بديت بالنافع وحبه حلاوه هما الاولين، كنطحنهم مزيان بعد ما كيكونوا تحمروا ليا، وكيف ما كنقول لكم ما تخليوهمش حتى كيتحرقوا لكم اولا كيفوت فيهم التحمار. الا خليتوهم تفات فيهم التحمار راه كيعطيكم واحد المروره اللي ما كتكونش زوينه في الصفوف ديالكم اولا في السلو ديالكم. صافي هنايا يمكن لكم تطحنوهم كيف ما كنقول لكم غير بالطحانه العاديه ديال اللي كنطحنوا بها العطريه اللي كتكون مع هكايا الكاس ديال العصير. ما عندكمش زعما هذا ديروا حتى الهاشوار يمكن لكم تطحنوا به، والا بقى داكشي شويه هكا كيبقى لكم غليظ يمكن لكم تصفيوه بالصفايه اللي كتكون رقيقه باش هكا كتستعملوا غير هذاك الغبره ديال اللي كتكون تحت ديال النافع وحبه حلاوه. صافي هنايا انا هاد لاباغي هذه كيف ما قلت لكم كنساعدها، كتساعدني بانها كتعطيني هكايا النافع وحبه حلاوه ولا اي حاجه بغيت نطحنها اللي كتكون منيله. صافي هنايا غنطحن حتى الكوزه مع المسكه الحره، طحنتهم غير بوحديتهم. يمكن لكم ديروا غير معاهم واحد معلقه ديال السكر كلاصي، طحنت غير واحد 2 طحنات. صافي هنايا كيكونوا واجدين عندي. والجنجلان غادي نعطيكم السر باش كيجيكم داك القرمشه فيه اون فوا كتحمروه. يمكن لكم تحمروه في الفران اولا تحمروه في المقله اولا حتى في الاير فراير وهو باقي شويه سخون. كنحاولوا نطحنوه ملي كطحنوه هو باقي سخون كيعطيكم داك القرمشه وكيعطيكم داك المذاق تيكون زوين في الصفوف ديالكم. ما تخليوش حتى يبرد حيت ملي كيبرد ما كيعطيكمش ديك التعليكه اللي كتكون زوينه في السلو ديالكم. وهنايا الكميه اللي عندي ديال 2 كيلو. غادي نشرح لكم شنو كندير رابعه، كنقسمها على 4 ديال الرابعه الاولى كنطحنها حتى كنيلها وكتولي فحال اون بوماد اولا فحال كريم باش كتعطيني ديك التعليكه وداك الزيوت اللي كتطلق ليا ديك الزيوت ديالها في السلو ديالي. رابعه الثانيه كنيلها غير واحد شويه وكنخليها شويه باقا صحيحه. الرابعه اللي بقات ليا من حتى هي كنطحنها ولكن كنيلها مزيان باش كتجي ما هي بين هذيك اللي كتكون نيله وبين هذيك اللي كتكون مطحونه بزاف. ورابعه كنخليها صاينه هي اللي كنزيد في الاخير في الصفوف ديالي. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوني كيفاش الشرح اللي شرحت لكم. تنقسموا الكميه اللي عندنا على 4، وحده كنطحنوها مزيان حتى كتولي عندنا جاريه، وحده كنخليوها صاينه، والنصوص الاخرين كنديروهم بين وبين باش هكايا كيتعطيني في السلو ديالي ملي كنكون كناكل فيه ما كيجينيش هكايا مرمل بزاف ومنيل بزاف، وما كيجينيش كذلك ما مطحونش اولا مطحون اكثر من القياس.
كنديرو بين وبين باش هكايا كنحصلوا على ديك لو غو ملي كنديرو هكايا في الفم ديالنا، داك لاغيغو كيكون زوين ديال المقادير اللي كتكون عندنا. وكذلك اللوز كندير له هاد الطريقه هذه، بعد ما كنقليه حتى هوايا غير كنقليوه كنصفيه وكتكون باقا فيه ديك شويه ديال الزويته ديالو. وكندير له نفس الطريقه، كنقسمو على 4، نص كنخليه صاين، نص كنهرمشو، ونص كنهرمشو بزاف، والنص الاخر كنيلو مزيان حتى كيولي لنا بوماد باش هكايا كنستافدوا من ديك الزيوت اللي فيه. هانتوما كنبقى بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي بالطريقه اللي قلت لكم. وتا هو اللوز خاصو ضروري تاخذوا داك اللوز اللي تيكون بلدي وتيكون المذاق ديالو زوين باش كيعطيكم داك المذاق اللي تيكون زوين في السلو ديالكم وما تيجيكم شويه هكايا باسل. هانتوما شفتوا راه كيف ما قلت لكم نص ربع نيلتو مزيان، ربع هرمشتو بزاف، وربع خليته صاين باش هكا كنزيدو في الاخير هو بداك الزلافه ديال الجنجلان اللي غادي نخلي كنزيدهم في التالي باش كيعطيوني داك المذاق اللي كيكون زوين. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوني مزيان وشرحت لكم مزيان الطريقه ديالتي. يجربوا هاد الطريقه البنات، راه والله القسم الا كتجي زوينه واللي كلا عندكم الصفوف غادي يسولكم على الطريقه ديالته على المذاق ديالو، حيت كيعطيكم واحد المذاق اللي كيكون زوين. في هذا الاثناء وانا كنكون كنطحن بعد ما كتبقى ليا ديك الطحنه الاخرى ديال اللوز، حيت كيكون كلشي المقادير كيكونوا كاملين واجدين ديك الساعه. كناخذ واحد هكايا واحد الجميله اللي كتكون شويه ثقيله وكندير فيها انايا بهاد الكميه هذه درت واحد كيلو ديال الزبده اللي كتكون حيوانيه. ضروري كنقول لكم ديروا زبده سبيسيال اي نوع بغيتو، ما بغيتش نذكر زعما كاينه بالضبط النوع ديال الزبده اللي تخدموا بها، غير هو يكونوا اللي كتكون فيها لي ماتيغ غراس كتكون اكثر من 80%. راه تيكونوا في المتاجر هذا المحلات التجاريه راه تيكونوا ولا في الهري ولا فين ما مشيتو كتقول لي عطيني زبده سبيسيال اللي كتكون مزيانه، وملي كتقرايها كتلقاي فيها اكثر من 80% ديال لي ماتيغ غراس. هذيك هي اللي كتعطيكم داك لو غو اللي كيكون زوين في السلو ديالكم وكتخلي كيبقى محافظ على الطراوه ديالو، كيحافظ على المذاق ديالو مده طويله. الا درتو زبده مالغارين اولا زبده بلديه راه ما يمكنش غادي يصدق معكم السلو ديالكم وما غاديش تحافظوا عليه وغادي يجيكم واحد المذاق اللي ما زوينش نهائيا في الصفوف ديالكم. كنديروا هذيك الجميله كيف ما قلت لكم كنديروها على نار مهيله، ودرت هنايا كيلو ديال الزبده سبيسيال وخليتها قطعتها طريفات بطبيعه الحال باش كتساعدني دغيا انها تذوب، وخليتها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى كتذوب ليا ديك الزبده كامله. بعد ما كدير ليا ديك الكشكوشه البيضاء من الفوق كنحيد لها ديك الكشكوشه وكنخلي الزبده ديالتي كتغلى حتى ما كتبقاش تبقبق، كتولي عندنا بيغ نوازيت ضروري وكيبدا يتبدل اللون ديالها. هذا هو السر ديال هاد الزبده هذه باش كتعطيكم داك المذاق اللي كيكون زوين وكتحافظ لكم على السلو ديالكم مده طويله وكيجيكم فيه واحد المذاق يا سلام. جربوا هاد الطريقه هذه وردوا عليا الخبر. بعد ما كتذوب ليا الزبده انا خليتها كتذوب عندي، خديت واحد البانيو اللي هو كبير ودرت فيه الكميه كامله اللي عندي ديال اللوز مع الكميه ديال الدقيق بطبيعه الحال كنعاودوا نغربلوه، القرفه حتى هي كنعاودوا نغربلوها، السكر كلاصي حتى هو كنعاودوا نغربلوه، وكندير حتى الجنجلان وجنجلان داك اللي مطحون، وكندير المقادير كامله في هكايا بانيو اللي تيكون كبير باش كيساعدني انني نعجنو على خاطري. ضروري كديروا هاد الطريقه البنات باش تعجنوه. انا ما كنديرش ديك الطريقه ديال انكم ديروه في هذه العجانه وداكشي، كندير يديه وكنعجن الصفوف ديالي بطريقه العاديه. هانتوما كنخلط بهاد الطريقه هذه حتى كينسجموا ليا العناصر كاملين وكيذوب ليا داك هكايا السكر ثقيل ومع المقادير كاملين باش هكايا فاش كنزيدوا الزبده ما كيتكللوش لينا وكنقدروا نعجنوا بخاطرنا. كنكون خليت زلافه ديال الجنجلان وزلافه ديال اللوز اللي تيكون صاينين كنزيدهم في الاخير. هانتوما كيف ما شفتوا راه كنبقى نقلب وكنعاود نقلب وكندير حتى يديا باش كندوب هذوك الطريفات ديال السكر اللي تيبانوا لكم هكايا. يمكن لكم تنقصوا الكميه ديال السكر كتبقى اختياريه، انا كنبغيه شويه حلو ما تنبغيهش ناقص حلاوه. العام كامل وحنا كنديروا سلو اللي تيكون زعما صحي وهكايا. انا سلو في رمضان تنبغي نديرو سلو على حقه وطريقه عادي اللي كنا كنديرو من شحال هادي. صافي هنايا كنزيد هذيك الزبده اللي كتكون بوغ نوازيت
وكنبقى نخلط فيه بشويه بشويه وانا كندي وكنجيب باش كتدخل لي هذيك الزبده مع المقادير كاملين. ومن بعد كندير يديا، خاصو يتفرك مزيان البنات، كتفركوه وكتديروا يديكم هكا وكتحلوا باش كتدخلوا ديك الزبده حتى داك اللوز وداك الجنجله اللي تيكونوا مطحونين مزيان وتيكونوا بوماد حتى هما كيطلقوا الزيوت ديالهم. هاد الكميه هادي راه كفاتني فيها هاد كيلو ديال الزبده مع داك اللوز وداك الجنجله اللي كنت طحنتهم. جاني هو هذاك، ما كنبغيش نديرو انا يكون هكايا فازك بزاف، تنديرو يكون شويه ما ناشفش او ميم طو ما فازكش بزاف. تيكون بين وبين، كديري بين يدك هكايا راه تيجي معلك ولكن ما كيبانش لك فازك والزيوت ديالو طالعين من الفوق. كيجي هذا هو القوام ديالو، وكنخليه حتى الغد اللي كيبات، وعاد ديك الساعه كنعاود نفركو، كنزيد له فركه اخرى وكنديرو هكايا في السوبيره اللي كنحتفظ به مده ديال شهر وكثر، وكيبقى ليا مزيان وما كيطرى لي حتى شي حاجه. وكنقدمو باي طريقه بغينا وبالصحه والراحه. ونتمنى ان الوصفه ديالتي تنال الاعجاب ديالكم. درتها وصفه سهله، ما كنديرش قوه المقادير، ولكن راه كيجي لذيذ والله القسم. اللي ذاقوا عندي تيقول لي تبارك الله عليك. ايوا ورمضان مبارك سعيد عليكم كاملين.